أهلا بيكم في تحليلنا المعمق لمصدر النهاردة الكتاب الأسطوري فن الحرب للمفكر الصيني سون تزو. أهلا بيكي. فعلا كتاب استثنائي، عمره أكتر من 2000 سنة. والمدهش إن أفكاره لسه بتلمع وليها صدى جامد قوي في عالمنا النهاردة. بالظبط، وإحنا هنا بنعتمد على ترجمة مهمة، ترجمة الأستاذ رؤوف شبايك للعربية. اللي هي مبنية على ترجمة ليونيل جايلز الإنجليزية القديمة بتاعت 1910. تمام. تخيلي بقى إن النص الأصلي ده كان مكتوب على شرايح خشب بامبو. طبيعي إن مع الزمن أجزاء منه تتغير أو يمكن تضيع. ده حقيقي، وحتى شخصية سون تزو نفسها في جدل تاريخي حواليها. مظبوط، في نقاش هل هو شخصية حقيقية واحدة ولا لأ، بس الأهم من كل ده هي الحكمة نفسها اللي في الكتاب دي اللي فضلت وعاشت. والحكمة دي بقى مش بس للتاريخ أو العسكريين، وده يمكن السؤال الأهم: ليه النهاردة في عصرنا ده لسه بنهتم بنص عسكري قديم زي ده؟ سؤال مهم جدا. الإجابة ببساطة في تأثيره الرهيب اللي بيتجاوز العسكرية بكتير. إزاي يعني؟ شوف، الكتاب ده مش مجرد كتالوج للجنرالات. صحيح، هو أثر على استراتيجيات عسكرية حديثة، يعني مثلا القوات الأمريكية استخدمت أفكاره في حرب الكويت. تمام. وشركات عملاقة في اليابان والصين بتدرسه كأنه دليل إدارة أعمال. فعلا. لكن عبقريته بقى في إنه بيتجاوز فكرة إزاي نكسب المعركة، وبيركز أكتر على إزاي ما نتغلبش، إزاي نقلل الخسائر والتكلفة لأقصى درجة. دي نقطة مهمة قوي. والأهم يمكن إنه بيفتح الباب لفكرة إنك ممكن تحقق النصر من غير ما تطلق رصاصة واحدة، لو الظروف سمحت طبعاً. ده تغيير جذري في التفكير الاستراتيجي. دي نقلة نوعية فعلا. يبقى مهمتنا هنا خلينا نقول إننا نغوص في الأفكار دي ونطلع منها بالمبادئ الأساسية. أيوة، ونشوف إيه الدروس أو الأفكار اللي ممكن تفيدنا حتى في حياتنا العادية، بعيد عن أي قتال بالظبط، في مفاوضاتنا، في تحدياتنا اليومية. طيب خلينا نبدأ بالفصل الأول، وضع الخطط. سون تسو هنا ما بيهزرش خالص في البداية، بيحط الموضوع في حجمه الحقيقي فوراً. بيقول جملة قوية: إن فن الحرب ذو أهمية حيوية للدولة. وبيكمل: إنه مسألة حياة أو موت، وبمثابة الطريق إلى بر الأمان أو إلى الخراب. يعني مفيش أخطر من كده؟ بالظبط، الرسالة واضحة. الموضوع ده ما ينفعش ناخده باستهتار أبداً، لازم دراسة وتخطيط عميق. وبعد ما بيوضح الخطورة دي، بيقدم بقى 5 عوامل أساسية بيقول إن أي قائد لازم يحللها كويس قوي قبل أي خطوة. تمام؟ العامل الأول هو القانون الأخلاقي، ودي مش مقصود بيها الأخلاق الطيبة وبس، صح؟ لا، مش بالمعنى ده بس. هو قصده درجة الانسجام والتوافق بين القائد، سواء كان حاكم أو جنرال، وبين الناس اللي تحت قيادته، الشعب أو الجنود. يعني مدى استعدادهم يتبعوه في الخطر وهم مقتنعين بيه وبيثقوا فيه؟ أيوه بالظبط. ودي نقطة استراتيجية بحتة، مش مجرد كلام نظري، لأنها بتحدد مدى تماسك الجبهة الداخلية وقدرتها على تحمل الصعاب والمشاكل. فعلا دي بتترجم لقوة قتالية حقيقية في الآخر. طيب والعامل التاني؟ العامل التاني هو المناخ أو السماء، يعني الليل والنهار، البرد والحر، التوقيت، الفصول، كل دي عوامل بتأثر. التالت التضاريس أو الأرض، المسافات بقى، الأمان والخطر، الأرض المفتوحة ولا الصعبة، الجبال والوديان، كل ده. مظبوط. الرابع هو القائد نفسه بصفاته الشخصية، الحكمة، الأمانة والصدق، الإنسانية، الشجاعة، الحزم والصرامة. والخامس والأخير هو النظام العام أو العقيدة العسكرية بقى. أيوة، يعني تنظيم الجيش، هيكل القيادة ماشي إزاي، طرق الإمداد والتموين، التحكم في المصاريف والنفقات، كل دي أساسيات. اللافت هنا بقى مش بس إنه ذكر العوامل دي، لكن إنه أكد على ضرورة مقارنتها بنفس العوامل عند الخصم. دي نقطة جوهرية جدا. هو ما بيكتفيش بتقييم نفسه، لا، الأهم تقارن نفسك بالعدو في كل عامل من دول. بالظبط، وهو بيقول جملة قوية جدا بتلخص الفكرة دي: من خلال نتائج هذه الأسئلة ال7، ودي مبنية على العوامل ال5، أستطيع معرفة من سيصيب النصر ومن سينهزم. كأنها معادلة رياضية، يعني لو حللت صح هتقدر تتوقع النتيجة بدرجة كبيرة. ده بيوريك قد إيه التقييم المسبق والتخطيط الدقيق ده حجر الزاوية عند سون تسو. مش مجرد شجاعة واندفاع وخلاص. مبدأ صادم شوية لكن محوري.
تقصد مبدأ جميع الأمور المتعلقة بالحرب تعتمد على الخداع؟ هو ده بالظبط. المبدأ ده فعال بشكل مذهل صراحة، وهو مش مجرد كذب، دي فلسفة كاملة في إدارة تصورات الخصم عنك. أيوة، مش خداع بمعنى الغش الرخيص، لا، ده خداع استراتيجي محسوب. يعني بيقول لو قادر خليك تبان عاجز، لو نشيط وبتتحرك خليك تبان خامل وهادي. ولو قريب أوهم عدوك إنك بعيد جدا، ولو بعيد خليه يفتكر إنك خلاص بقيت على أبوابه. الفكرة كلها إنك بتلعب بعقل عدوك، بتشكل الواقع اللي هو شايفه. بالظبط، هو فن تشكيل الواقع في عين الخصم. الخداع هنا أداة استراتيجية عشان تتحكم في ردود أفعال العدو وتخليه هو اللي يغلط. وده بنشوفه كتير على فكرة في المفاوضات التجارية، في السياسة، حتى ساعات في الماتشات والمنافسات الرياضية. طبعا، مبدأ عالمي تقريبا. وبما أننا بنتكلم عن الأخطاء والتكاليف، ده بينقلنا بشكل منطقي للفصل الثاني، رشعن الحرب، وده فصل بيركز بشكل أساسي على تكلفة الصراع. الفصل ده كأنه جرس إنذار عالي قوي بخصوص تكلفة الحرب. سون تيتسو بيحذر بشدة من الحروب الطويلة. فعلا بيعتبرها كارثة، لأنها بتنزف موارد الدولة وبتحبط عزيمة الجنود والشعب. وبيستخدم مثال رقمي عشان يوصل الفكرة. مثال كان مرعب بمعايير وقته أكيد. بيقول إن جيش من 100,000 مقاتل بتجهيزاته ممكن يكلف الدولة حوالي 100,000 أونصة فضة في اليوم الواحد. رقم ضخم جدا وقتها، وبيشرح العواقب بوضوح شديد. إذا طال أمد حملتك العسكرية، فموارد الدولة لن تواكب نزيف النفقات العسكرية. يعني الحرب الطويلة مش بس بتدمر الاقتصاد، لا، وبتكسر الروح المعنوية للجيش والشعب. وده الأخطر، لأنه ممكن يفتح الباب لأطراف تانية يمكن كانوا متربصين إنهم يستغلوا ضعفك ده. وده بيخليه يفضل بشكل واضح السرعة والحسم في الحرب. تمام. وهنا في نقطة لافتة جدا، اللي هي المقارنة بين السرعة والتأخير. دي غريبة شوية. هو بيقول حاجة تبان عكس البديهي. المهارة لم تقترن أبداً بأي فترات تأخر طويلة. يعني كأنه بيقول حتى لو التسرع ده فيه نسبة من الحماقة أو عدم الكمال، فهو ممكن يكون أفضل من التأني والحذر الزيادة عن اللزوم اللي بيؤدي في الآخر لحرب طويلة مدمرة. الحسم السريع هو الأهم، حتى لو الخطة مش مثالية 100%. بالظبط. وفي نقطة تانية ذكية جدا في إدارة الموارد في نفس الفصل ده، اللي هي إيه؟ الاعتماد على موارد العدو نفسه. بيقول صراحة، اعتمد على العدو كمصدر للطعام والمؤونة. ياه، دي خطيرة. وكمان بيقول استخدام غنائم العدو المقهور لزيادة قوتنا الذاتية. دي استراتيجية مزدوجة عبقرية بصراحة. إزاي؟ أولاً بتقلل العبء على مواردك وإمداداتك، وثانياً بتضعف العدو بشكل مباشر لما تسحبي موارده هو. تصدق فكرة؟ دي ممكن نشوف تطبيقات ليها في عالم البيزنس برضو. طبعاً، زي مثلاً شركة تستحوذ على تكنولوجيا شركة منافسة أو تستقطب الموظفين الأساسيين بتوعها. نفس المنطق تقريباً. ويعي للفصل الثالث بقى، الهجوم بالخداع أو بالمناورة الاستراتيجية. وهنا بنشوف يمكن ذروة فكر سون تزو اللي بيميزه عن غيره. هنا بنلاقي الجوهرة الحقيقية لفلسفته، المقولة الأيقونية بتاعته: التفوق الأعظم هو كسر مقاومة العدو دون أي قتال. الجملة دي لوحدها محتاجة وقفة. الهدف مش إنك تدمر جيش العدو في معركة دموية وخلاص. لا، الهدف الأسمى هو إنك تحققي أهدافك السياسية والاستراتيجية بأقل خسائر ممكنة. ولو قدرتي تعملي ده من غير ما تلمسي سلاح أصلاً، يبقى ده قمة الإنجاز والعبقرية العسكرية. وعشان كده هو بيعتبر حصار المدن ده أسوأ السياسات. بالظبط، مش بس عشان الخسائر البشرية الكبيرة المتوقعة في الحصار. لأ، كمان عشان الوقت والموارد المهولة اللي بيستهلكها. هو بيشرح إن تجهيز أبراج الحصار لوحدها ممكن ياخد 3 شهور، وتجهيز سواتر ترابية أو متاريس ياخد 3 شهور كمان. ده وقت طويل جدا، بيستنزف الجيش وبيضعف معنوياته وبيقلل فرصته في النجاح. طيب لو مش حصار، إيه الأفضل من وجهة نظره؟ هو بيقدم تسلسل واضح لأفضلية الاستراتيجيات، زي قائمة أولويات كده. بيقول إن الأفضل على الإطلاق إنك تحبطي خطة العدو قبل ما تبدأ أصلاً، ده رقم 1. تمام. لو معرفتيش تعملي كده، فالأفضل بعده إنك تفرقي تحالفاته وتمنعي قواته إنها تتجمع في مكان واحد، تشتتيه يعني. ولو ده كمان معرفناش نعمله، يبقى الخيال التالي هو إنك تهاجمي جيشه وهو في الميدان في معركة مباشرة. ده أفضل من الحصار. والأسوأ على الإطلاق هو حصار مدنه المحصنة. بالظبط. الهدف دايما هو السيطرة على كيان العدو، دولته أو جيشه،
وهو سليم وكامل قدر الإمكان. بيقول تغنم مدينة العدو كاملة وسالمة، وده بيوصلنا للمبدأ الثاني الأشهر ليه يمكن بعد الخداع. تقصد المبدأ بتاع إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك فلا حاجة بيك للخوف من نتائج 100 معركة؟ هو ده. المبدأ ده بيلخص مجلدات من الحكمة العسكرية والاستراتيجية. يعني معرفة قدراتك ونقاط ضعفك بكل صدق، ومعرفة قدرات ونقاط ضعف عدوك بنفس العمق والصدق. كل النصر هيتحققيه هيقابله هزيمة، يعني 50-50. ولو مش عارفة لا نفسك ولا عدوك، فالهزيمة محتومة في كل معركة، ما فيهاش كلام. المعرفة هنا هي القوة الحقيقية. والمعرفة دي مش بس معرفة عدد الدبابات والطائرات عند العدو، لا طبعا، أعمق من كده بكتير. دي تشمل فهم عقيدته القتالية، نفسية القادة بتوعه، نقاط الضعف في اقتصاده أو مجتمعه، تحالفاته، كل حاجة. الفهم العميق ده هو اللي بيخليكي تتوقعي خطواته وتستغلي أخطائه المحتملة. وعشان نوضح المبادئ دي بشكل عملي أكتر، في القصة الشهيرة اللي في مقدمة الكتاب بتاع تدريب سومسو لجاريات الملك. القصة دي رغم إنها تبدو قاسية جدا، إلا إنها معبرة بشكل لا يصدق عن فلسفته في القيادة والانضباط. ممكن نحكيها بسرعة؟ الملك حب يختبر قدرات سون تسو عملياً. بالظبط. فسون تسو اقترح عليه اقتراح غريب جدا، إنه يدرب جواري الملك على فنون الحرب، والملك وافق على سجل الاختبار يعني. فسون تسو توّ قسم الجواري لمجموعتين، وعين 2 من أحب الجواري للملك كقائدات للمجموعتين دول. تمام. سون تسو شرح لهم الأوامر العسكرية الأساسية بوضوح، يمين، شمال، للأمام، للخلف. لكن لما بدأ التدريب الفعلي وضرب الطبول عشان ينفذوا الأوامر، الجواري معرفوش يمسكوا نفسهم من الضحك. هنا بقى الموقف كان مهم. سون تسو معاقبهمش فوراً، لكن قال جملة بتلخص مبدأ مهم: إذا كانت كلمات الأوامر غير واضحة ومميزة فيقع اللوم على القائد. يعني هو اللي يتحمل المسؤولية الأول. أيوة. فراح مكرر الأوامر تاني بوضوح أكتر وشرحها تاني. لكن النتيجة كانت هياها، ضحك تاني وعدم انصياع الأوامر. هنا الموقف اتغير تماماً. سون تسو قال إذا كانت الأوامر واضحة فالخطأ يقع على الجنود، وبدون تردد أمر بإعدام القائدتين اللي الملك كان بيحبهم جداً. دي لحظة صادمة جدا في القصة، والملك طبعا حاول يتوسط. أيوة، الملك اترجاه إنه ما يعملش كده، وإنه خلاص اقتنع بقدرات سون تسو، بس ما كانش عايز يخسر جريتيه المفضلات. لكن رد سون تسو كان حاسم وقاطع. قال له بما معناه بما إنكم كلفتوني بقيادة القوات دي، ففي بعض أوامركم ما أقدرش أقبلها وأنا تحت هذا التكليف. ده بيوضح إن سلطة القائد في وقت التنفيذ لازم تكون مطلقة، ومحدش يتدخل فيها عشان يقدر يحقق الانضباط المطلوب. وبعد ما تم تنفيذ الإعدام فعلاً قدام باقي الجواري، أعاد سون تو تدريب مرة تالتة. النتيجة كانت مذهلة، انضباط تام ودقة متناهية في تنفيذ كل الأوامر، يمين، شمال، دوران، كله من غير أي همسة أو ضحكة. الرسالة كانت وصلت بشكل قاسي جدا لكن فعال. القصة دي بتلخص إيه بقى من وجهة نظرك؟ بتلخص أهمية الانضباط المطلق اللي مفيش فيه هزار، ووضوح الأوامر والتعليمات، وضرورة وجود عواقب حقيقية ورادعة للمخالفة، والأهم سلطة القائد اللي لازم تكون نافذة ومحدش يقدر يكسر كلمته وقت العمليات لضمان التنفيذ. وبتورينا كمان الفرق بين الكلام النظري والفعل والتنفيذ. بالظبط. زي ما سون تسو علق على الملك في الآخر لما رفض يستعرض الجواري بعد ما انضبطوا، وقال إن الملك مغرم فقط بالكلمات، لا يستطيع ترجمتها إلى أفعال. القصة بتوضح إن أي استراتيجية مهما كانت عبقرية ملهاش أي قيمة بدون تنفيذ منضبط وصارم. والانضباط والتنفيذ دول بيعتمدوا بشكل كبير جداً على عنصر تاني حاسم سون تسو خص له فصل كامل، وهو الفصل الأخير في الكتاب، الفصل 13، استعمال الجواسيس. ده فصل مهم جدا وخطير. هنا سون تسو بيضرب على وتر حساس قوي، أهمية المعرفة المسبقة أو الفور-نوليدج بالإنجليزي. المعرفة بمعلومات عن العدو قبل التحرك. أيوة، وبيكون حاسم جدا في نفي أي مصدر خرافي للمعلومات دي. بيقول إنها مش بتيجي عن طريق الأرواح ولا التنجيم ولا الكهانة ولا حتى الحسابات الفلكية المجردة. طيب، بتيجي منين المعرفة المسبقة دي؟ المصدر الوحيد الموثوق حسب كلامه هو البشر. بيقول رجال آخرون هم اللي بيجيبوا أخبار العدو الحقيقية، يعني الاعتماد على الاستخبارات البشرية بشكل أساسي. ده تركيز قوي جداً على العنصر البشري في جمع المعلومات من آلاف السنين. والمدهش إنه قدم تقسيم تفصيلي لأنواع الجواسيس. فعلا، ده بيورينا عمق تفكيره في المجال ده. بيقسمهم ل5 أنواع،
وبيقول إن القائد الشاطر لازم يستخدمهم كلهم بمهارة وفن. إيه هم الأنواع دي؟ أولاً، الجواسيس المحليون، ودول بيكونوا من سكان منطقة العدو نفسهم، ناس عاديين بيعرفوا الأرض والناس كويس قوي. تمام. ثانياً، الجواسيس الداخليون، ودول بيكونوا من جوه نظام العدو نفسه، يعني مسؤولين أو موظفين في حكومته أو جيشه بيتم تجنيدهم عشان يشتغلوا لحسابك. دول أكيد خطرين جداً. جداً. النوع الثالث، الجواسيس المنشقون أو المزدوجون، ودول أصلاً كانوا جواسيس للعدو، بس أنت قدرت تقلبه وتخليه يشتغل لحسابك، ودول يمكن من خطر وأهم الأنواع، لأنهم ممكن يستخدموا كمان في تمرير معلومات مضللة للعدو الأصلي بتاعهم. النوع الرابع؟ الرابع، الجواسيس الهالكون أو المضللون، ودول اللي بنضحي بيهم عن عمد، بنديهم معلومات غلط، ولو اتقبض عليهم من العدو بيضللوه بالمعلومات الغلط دي، يعني تضحية تكتيكية عشان نحقق هدف أكبر أو نخدع العدو. والخامس والأخير؟ الجواسيس الاستراتيجيون أو الباقون أحياء، ودول بقى اللي مهمتهم الأساسية هي إنهم يرجعوا بالمعلومات السليمة والدقيقة عن العدو، دول اللي بيجيبوا الأخبار الصح. تقسيم دقيق جداً. وسون تسو بيعتبر الجواسيس دول كلهم إيه؟ بيعتبرهم أكثر العناصر أهمية في الحرب، بيحط عليهم قيمة أعلى بكتير من أي عنصر تاني في الجيش أو الاستعداد، وبيقول إن المكافآت ليهم لازم تكون سخية جدا، والتعامل معاهم لازم يكون في منتهى السرية والحذر. طبعاً، لأن تسرب أي معلومة عن جواسيسك ممكن يدمر شبكتك كلها ويقلب الطاولة عليك. بالظبط. الموضوع ده بيتطلب حكمة وفراسة كبيرة جدا من القائد عشان يقدر يقيم المعلومات اللي جاية من الجواسيس دول، ويقيم الجواسيس نفسهم ومدى مصداقيتهم. النقطة دي بترجعنا تاني لفكرة اعرف عدوك. الجواسيس هم الأداة الرئيسية عشان تحقق المعرفة دي. طيب، لو حبينا بقى نلم الخيوط كلها ونجمع الأفكار الرئيسية اللي مرت علينا من فن الحرب. ممكن نلخصها في كذا مبدأ محوري شكلوا فلسفة سون تزو الاستراتيجية. زي إيه؟ أولاً وقبل أي حاجة تانية، الأهمية القصوى والمركزية للتخطيط الاستراتيجي والتقييم الدقيق جداً للموقف قبل ما تاخد أي خطوة أو تتحرك. لازم تفهم الموقف بكل أبعاده الأول. تمام. ثانياً، الخداع كأداة استراتيجية أساسية ورئيسية، وزي ما قلنا مش بمعنى الكذب الرخيص، لا، بمعنى إدارة تصورات الخصم وتوجيه تفكيره وردود أفعاله. ثالثاً، الهدف الأسمى اللي بيسعى له. أيوة، السعي الدائم لتحقيق النصر بأقل تكلفة وخسائر ممكنة. والوضع المثالي أو قمة الكفاءة هي تحقيق النصر من غير قتال أصلاً لو ده ممكن. رابعاً، المبدأ بتاع المعرفة المزدوجة. مظبوط. ضرورة إنك تعرف نفسك تماماً بنقاط قوتك وضعفك وإمكانياتك، وفي نفس الوقت تعرف عدوك بنفس العمق والصدق. خامساً، الدور الحاسم للمعلومات. بالظبط، الدور المحوري والحاسم للمعلومات والاستخبارات الدقيقة والمحللة كويس قوي. المعرفة هي القوة الحقيقية زي ما قلنا. سادساً، القصة بتاعت الجواري وضحت أهمية الانضباط الحديدي والقيادة الواضحة والحاسمة، دول ضروريين عشان تنفذ أي خطة مهما كانت عبقرية على الورق. بدون انضباط مفيش تنفيذ. وأخيراً، يمكن نقطة بتظهر بين السطور كتير قوي في الكتاب، اللي هي المرونة والقدرة على التكيف. بالظبط كده. إن الخطط دي مش قرآن، يعني مش مقدسة. لازم تكون قادر تعدلها وتغيرها حسب الظروف اللي بتتغير على الأرض وحسب تصرفات العدو وردود أفعاله غير المتوقعة. تلخيص ممتاز صراحة. والمدهش فعلا زي ما كنا بنقول في الأول، إن المبادئ دي اللي اتصاغت في سياق حروب قديمة بالسيوف والرماح والعجلات الحربية لسه حية ونبضة وقابلة للتطبيق بشكل مباشر ومدلش في مجالات مختلفة تماما النهاردة. زي إيه مثلاً؟ زي في إدارة الشركات والمؤسسات، في التفاوض على صفقة تجارية، في إدارة فريق عمل وتحفيزه، في التخطيط لحملة تسويقية أو سياسية، حتى في التعامل مع تحديات شخصية أو في فهم ديناميكيات العلاقات بين الناس أو الدول. فعلاً، هي بتقدم طريقة تفكير، أو خلينا نقول إطار عمل استراتيجي عام ممكن نستلهمه في أي موقف فيه منافسة أو تحدي أو هدف عايزين نحققه بأفضل طريقة ممكنة وبأقل خسائر. تماماً. بكده نكون ألقينا نظرة سريعة يمكن لكن مركزة على بعض أهم الأفكار اللي في كتاب فن الحرب لسون تسو الخالد ده. ويمكن عشان نختم بقى نسيب سؤال كده للتفكير والتأمل.
سؤال مستوحى من تركيز سون تزو الشديد قوي على فكرة معرفة العدو. اتفضل. في عالمنا السريع والمعقد ده، سواء كنا بنتكلم عن قادة دول أو مدراء شركات أو حتى أفراد عاديين في حياتهم اليومية، هل إحنا فعلا بنبذل الجهد الكافي والمطلوب عشان نفهم بجد دوافع ونقاط قوة وضعف الأطراف التانية اللي بنتعامل معاها؟ سؤال مهم. يعني سواء كانوا منافسين لينا أو خصوم أو حتى شركاء بس مختلفين معانا في الرأي أو المصلحة، هل بنحاول نفهمهم بجد قبل ما ناخد قراراتنا أو نحدد موقفنا تجاههم؟ كم مرة بنتصرف بناء على صور نمطية جاهزة؟ بالظبط، أو انطباعات سطحية أو مجرد افتراضات مسبقة عن الآخر ده، بدل ما نبني مواقفنا على فهم حقيقي وعميق للطرف التاني ده وتصوراته هو للعالم وللموقف. سؤال مهم جدا فعلا ويستحق وقفة وتفكير طويل. إلى هنا نصل لنهاية استكشافنا النهاردة لأفكار سون تسو الاستراتيجية، وبنشكركم على الانضمام إلينا.